في احدى الايام العاديه وانا راجعه من بره عادي قررت ان انا اعدي على السوبر ماركت اشتري ازازه حاجه ساقعه نشربها بعد الفطار، ويسبي اقابل ازازه حاجه ساقعه اغرتني. حجمها كان كبير وسعرها كان رخيص، بس الحقيقه اني مع المغريات دي كلها سبتها ما اشتريتهاش. وطبعا كلكم هتقولوا لي اكيد عشان المقاطعه، فهقول لكم ان ده اكيد اهم سبب، بس الحقيقه ان كان في سبب تاني. السبب التاني كان لون الحاجة الساقعة نفسها. من كام يوم منظمة الغذاء والدواء أعلنت إنها هتعمل حظر لكل المشروبات الغازية اللي بالذات بتحتوي على اللون ده. وده ليه بقى؟ احنا خلينا طبعا متفقين ان كل المشروبات الغازيه مضره، لكن ليه بالذات بقى الحاجه اللي لونها برتقاني؟ بص يا سيدي، المنظمه قالت ان المشروبات الغازيه اللي بتحتوي على اللون الاورنج ده او اللون البرتقاني تحتوي على ماده اسمها البي في او، ودي اختصار لبرومينيتد فيجيتابل اويل. في ال30 من القرن الماضي تم استخدام البي في او ده كمعامل استحلاب، ودي وظيفتها وباختصار منع طفو مكونات اكساب الطعم واللون والرائحه على سطح المشروب ده عن طريق ان في 12 ذره بروم يرتبطوا مع الدهون الثلاثيه يعملوا زيت كثيف جدا. الزيت ده بيطفو فوق سطح اي حاجه انت بتشربها عشان يخبي كل مكسبات الطعم واللون والرائحه، فانت ما تحسش بحاجه. الحاجة التانية ان مش دي بس مشكلة البي في او، البي في او ده كمان بيخش جوه الدهون بتاعتنا احنا فيأثر على انتاج اليود، واليود ده اللي بتعتمد عليه بعض الغدد الدرقية فيقلل من النشاط بتاعتها او ممكن يلغيه تماما. الحقيقة ان البي في او ده تم حظره في بعض البلدان زي مثلا الهند واليابان وبعض من دول الاتحاد الاوروبي، لكن الحقيقة الاف دي اي لسه مش قادرة تقنع كل بلدان العالم. فيا سيدي اعتبر نفسك انت اقتنعت وبطل تشرب.